السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكر لما تبدأ أي شغلانة هل ينفع تشتغل كده وخلاص؟ لا طبعا، لازم قبل ما نشتغل نعرف المخاطر اللي ممكن نقابلها، نتصرف ازاي، وده بالظبط اللي بيعمله تحليل المخاطر أو GHA. في الحلقة دي هنتعلم ازاي نحلل أي مهمة خطوة بخطوة ونطلع منها بمخاطرها وطرق الوقاية وازاي نحافظ على نفسنا وعلى زمايلنا. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. يعني ايه GHA؟ ده الجوب هازارد اناليسيس، يعني تحليل مخاطر المهمة. هي أداة بتساعدنا نحلل كل خطوة في أي مهمة ونحدد فيها ايه الخطر اللي ممكن يحصل، هيأثر على مين وازاي، وهنمنعه أو نتحكم فيه ازاي. طيب ليه لازم أعمل GHA؟ GHA بيمنع الحوادث قبل ما تحصل وبيساعد في التدريب. ليه لازم اعمل GHA؟ اول حاجه بنمنع الحوادث قبل ما تحصل، بتساعد في التدريب، بتخلي العامل فاهم المهمه اللي هيشتغل فيها، بتطمن الاداره انك فاهم شغلك. خطوات تحليل المهمه GHA: اول حاجه بنحدد المهمه التاسك، زي مثلا مثال بسيط، لو انا جاي اغير اللمبه على ارتفاع 3 متر، بتقسم المهمه لخطوات: بتجيب السلم، بتثبته، بتصعد عليه، بتفك اللمبة القديمة، بعد كده بتركب اللمبة الجديدة. بتحدد المخاطر زي السقوط من على السلم، ممكن يحصل له صدمة كهربائية، ممكن السلم يحصل فيه كسر، ممكن يكون الشخص اللي طالع ده حمل زايد على السلم. وبعدين بتحدد الإجراءات الوقائية: بتستخدم سلم سليم بزاوية صحيحة، بتفصل الكهرباء قبل الشغل، بتلبس معدات الوقاية زي الخوذة، زي الجوانتي، زي حذاء عازل. وجود شخص مراقب على الأرض. شكل ورقة GHA بيكون الخطوة، الخطر المحتمل، تأثيره، الإجراء الوقائي: صعود سلم، سقوط إصابة، ربط الحزام، استخدام سلم سليم، فك اللمبة القديمة، صدمة كهربائية، حروق، فصل الكهرباء، لبس جوانتي عازل. ملاحظة مهمة: بتشارك العامل نفسه اثناء التحليل. لو انت فاتح GHA بتجيب العمال اللي هيشتغلوا وتشاركهم معاك في التحليل، وبتحدث GHA دايما حسب طبيعه الشغل. واخر حاجه بنقولها: لو كل واحد فينا حلل المهمه قبل ما يبدا، كتير من الحوادث مش هتحصل اصلا. شاركنا رايك تحت، ولو عندك مثال عملي على GHA في شغلك ابعته لنا، وانتظرونا في الحلقه الجايه. السلام عليكم.